منقطع النظير. وبلغت مساحة الأرض المحررة من رس الشيطان بعمق أكثر من 17 كيلومترا في أغلب الاتجاهات، وبذلك تم تأمين المرقدين تماما من تأثير نيران العدو. استطعنا أن نؤمن من جانب من الجوانب تأمين إطلاق الصواريخ أو إطلاق قنابل الهاون على المرقدين الطاهرين وعلى أهالي سامراء ومدينة سامراء. نحن نريد الأمان لسامراء وأهالي سامراء، بل جئنا سرايا سلام، نحن عشاق السلام، نحن طلاب السلام، جئنا لكي نؤمن لهم وحياتهم ونؤمن كذلك مرقد الإمامين العسكريين. وكذلك أنا أخاطب الجميع من أبناء السنة المعتدلين وأقول لهم إذا كان الإرهابي في بيوتكم عفوا ماذا يطلق؟ هو يطلق القنابل ويطلق الهاونات ويطلق الصواريخ على مرقد الإمامين العسكريين وهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. فيجب عليكم أن تكونوا معنا صفا واحدا لكي نطرد الإرهاب من بيوتكم ومن أرضنا المقدسة، لأنه إرهاب غريب. وفي ظل استمرار القتال والمطاردة بإشراف المعاون الجهادي لسماحة القائد المجاهد السيد مقتدى صدر أعزه الله، والقائد الميداني لسرايا السلام في مدينة سامراء، حيث قاما بتفقد القرى المحررة المحيطة بالإمامين واللقاء مع الأهالي للإطمئنان على أوضاعهم. ما نريد يوصل البلد لهاي النتيجة وهاي الأعداء الخونة اللي قاعد يشوفها يعتدون على النساء وعلى الطفل يعني قاعد يحكمون يدعون الحكم الإسلامي والخلافات وغيرها وقاعد نشوف بأدلة يعني مو وهم إنه من يسيطرون على منطقة أي مرأة يكبرون على راسه يروح يزلون بيها على أنه صارت مرته شرعية وغيرها. فإحنا إن شاء الله حجينا بتوجيهات سماحة السيد القائد مقتدى الصدر وبحبه وباتصاله باخواننا اهل السنه والجماعه انه احنا مبدئيا الان بحمايتكم، يصيبكم يصيبنا. لا ما حد يوصل. بالنسبه لسرايا السلام الناس يعني اول ما جاوا قدموا مساعدات لاهل سامراء يعني من غذائيه، مواد غذائيه، مستلزمات غيرها، يعني معاملتهم طيبه ويانا، ولد خوش ولد، يعني محترمين انفسهم، محترمين اهل سامراء. ويعني نقول انه ان شاء الله كل المنتسبين يتعلمون من سرايا السلام انه باخلاقهم ومحبتهم لاهل سامراء. حياهم الله، ان شاء الله هم اخوتنا واهلا وسهلا بهم. هاي مدينه سامراء يعني مدينه ترحب بكل الضيوف، ان شاء الله هم اخوتنا، وان شاء الله يعمنا لنا ولمن على مدينتنا العراق ان شاء الله اجمعهم. وتفقد القطاعات العسكرية المرابطة والمطاردة للعدو، حيث ما زالت المعارك مستمرة لتحرير كامل مناطق سامراء من حلول العدو الداعشي البغيض. وهكذا ستظل لعنة الله الواحد القهار تطارد أعداء الله والدين والمؤمنين. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يفسدون في الأرض ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. سنطهر الأرض من رسهم فلن يقربوا مقدساتنا بعد الآن أبدا. ستستمر المنازلة إلى ما شاء الله من أجل العراق وشعبه العريق الأبي، حتى تحرير كامل التراب الطاهر من دنس الإرهابيين الدواعش. فكما دخلوا بليل سيخرجون أذلاء صاغرين، يلعنهم الله والتاريخ والناس أجمعون، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا عراق نصرنا بشرى لك فإن